السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة أولى؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن الشتاء سهلا. بسم الله. فيديو النهاردة هنشرح فيه بأمر الله آخر درس في الوراثة، عقبال آخر درس في التصنيف. وهنتكلم النهاردة عن الصفات المرتبطة والمتأثرة والمحددة بالجنس، وكمان الفحوصات الطبية قبل الزواج. هنبدأ نتكلم عن أول حاجة معانا وهي الصفات المرتبطة بالجنس، وركز معايا من البداية علشان آخر الفيديو تعرف تفرق ما بين الصفات المرتبطة والمتأثرة والمحددة بالجنس. الصفات المرتبطة بالجنس قالك دي صفات جسدية، ولكن الجينات بتاعتها بتحمل على الكروموسومات الجنسية، وبالتحديد الكروموسوم الجنسي اكس. طب واي ملهوش نصيب في الكلام ده؟ قالك لا يحمل سوى القليل منها. تاني انا بقول الصفات المرتبطة بالجنس دي صفات جسدية، ولكن الجينات بتاعتها موجودة على الكروموسومات الجنسية، علشان كده بقول عليها مرتبطة بالجنس. وقلت هنا بالتحديد اللي هو الكروموسوم الجنسي اكس، اما واي لا يحمل سوى القليل منها. وعندك في الكتاب في معلومة مكتوبة كده للاطلاع فقط على الجزئية بتاعة الكروموسوم الجنسي واي. بيقول لك ان الكروموسوم الجنسي واي عليه بعض الجينات المسؤولة عن الصفات الجنسية اللي ملهاش مقابل على الكروموسوم الجنسي اكس، زي جين الصفة المسؤول عن ظهور الشعر على حواف الأذن عند الذكور، وده بنلاحظه في أفراد أوروبا. بس اللي يهمنا إن احنا نبقى عارفين إن الصفات المرتبطة بالجنس صفات جسدية، ولكن الجينات بتاعتها موجودة على الكروموسومات الجنسية، وبالتحديد الكروموسوم الجنسي إكس. بس خلي بالك بقى من الحتة اللي جاية، لا يتأثر ظهورها بالهرمونات الجنسية، لأن هناخد بعد كده الصفات المتأثرة والمحددة دي بتتأثر بالهرمونات الجنسية، أما المرتبطة لا. يبقى الخلاصة أنا عندي الصفات المرتبطة بالجنس صفات جسدية، ولكن الجينات موجودة على الكروموسومات الجنسية، وبالتحديد الكروموسوم الجنسي إكس. طب بالنسبة لواي لا يحمل سوى القليل منها، كمان دي مش بتتأثر بالهرمونات الجنسية. طب عايزين نعرف أمثلة. قالك في حشرة الدروسوفيلا اللي هي ذبابة الفاكهة، هنا فيها هناخد لون العيون. طب في الإنسان عندي عمل ألوان، والهيموفيليا اللي هي سيولة الدم، وكمان قصر النظر وضمور العضلات. أول اتنين هنعمل لهم على أساس وراثي اللي هو عمل ألوان والهيموفيليا اللي هي سيولة الدم. أما بالنسبة لقصر النظر وضمور العضلات هناخد كلمتين عنهم كده على السريع. نبدأ بقى في أول حاجة صفة لون العيون في حشرة الدروسوفيلا اللي هي ذبابة الفاكهة. عندك في الكتاب هتلاقي شوية كلام كده في الأول، تمام؟ أنا هعمل الأول الأساس الوراثي وبعدين أجيب لك الكلام ده هنطبقه على الأساس الوراثي، هتلاقي الموضوع سهل جدا معاك. دلوقتي هنعمل تزاوج ما بين أنثى حشرة الدروسوفيلا حمراء الإيه؟ حمراء العيون، يبقى دي كده حمراء العيون. وعندي هنا ذكر أبيض العيون، نعمل التزاوج ما بينهم. الاتنين دولت متماثلين، يبقى هاخد واحد بس. دلوقتي حضرتك انا بجيب الامثال، خلاص بقى عرفنا ده اخر درس في الوراثه، ده لوحده وده لوحده. هتقول لي استني، انت هنا حاطه الجينات بتاعه الصفه على الكروموسومات اللي هي الجنسيه. ايوه، عشان ده مثال تبع الصفات المرتبطه بالجنس. اي نعم صفات جسديه، ولكن الجينات بتاعتها موجوده على كروموسومات جنسيه اللي هو الكروموسوم الجنسي اكس. ما حطيتش هنا على واي اللي هو عند الذكر، تمام؟ طبعا ده بقى اللي هو البي، وده اللي هو الجي، وده اللي هو الاف. بس احنا خلاص بقى عرفنا الكلام ده، تمام؟ دلوقتي بقى هجيب مين؟ هجيب اللي هي الافراد. هيبقى عندي ده مع ده وده مع ده، يبقى عندي اكس اكس، وده هنا ار كابيتال ار سمول، وعندي ده مع ده يبقى اكس واي، وهنا عندي ار كابيتال. يبقى ده ذكر احمر العيون، وده كده انثى حمراء العيون. يعني اقدر اقول هنا حمراء الايه؟ حمراء العيون، او الحشرات ذات عيون حمراء طلعت بنسبة 100%. طب معنى كده ايه؟ ان الصفة هنا مين اللي ظهرت؟ هنا كان احمر مع ابيض، ظهر الاحمر، يبقى كده
هو قال كده، ثواني بس ما انا افهمك الكلام اللي جاي كمان شويه. يبقى كده صفه اللون الاحمر هي الصفه السائده، وصفه اللون الابيض هي الصفه المتنحيه. زي ما انتم متعودين انا الاول بجيب لكم الحاجات عشان نتوصل من خلالها او نستنتج من خلالها المعلومات اللي جايه، فما نحفظش كتير. قال لك ايه بقى؟ هنعمل بقى تزاوج ما بين افراد الجيل الاولاني. ده طبعا كده قلنا عليه ادي اف اهو، وليكن اف واحد، وده كده اهو عشان ما تزعلوش. تمام اهو، واحد واحد. بعد كده ايه؟ نعمل بقى التزاوج ما بين افراد الجيل الثاني. ادي بي 2 وجي 2، وعندي هنا اف 2. هنعمل التزاوج ما بين بقى مين؟ ما بين افراد الجيل الاولاني. ادي اكس اكس ار كابيتال ار سمول مع اللي هو الذكر بردك احمر الايه؟ احمر العيون. هنعمل ايه؟ هنجيب دلوقتي الامشاج، الاثنين دول مختلفين يبقى كل واحد لوحده بالشكل ده كده، وده بردك ايه؟ كل واحد لوحده. وبعد كده نجيب مين؟ نجيب الافراد، ده مع ده وده مع ده، وارجع اخد ده مع ده وده مع ده، يبقى ده مع ده يبقى اكس اكس ار كابيتال ار كابيتال، وده مع ده يبقى اكس ار كابيتال واي، ده مع ده يبقى اكس اكس ار كابيتال ار سمول، ده مع ده يبقى اكس ار سمول واي. ماشي. دلوقتي دي كده ايه؟ انثى حمراء العيون، وده ذكر احمر العيون، ودي انثى حمراء العيون، وده ذكر ابيض العيون. يعني كده 3-1، ده احمر او حشرات حمراء العيون، تمام، وده كده اللي هي ايه؟ حشرات بيضاء العيون. هنا بقى اللي اكتشف اصلا الصفات المرتبطه بالجنس كان عالم يسمى ايه؟ عالم يسمى، بص كده معايا اهو، عالم توماس مورجان. تمام؟ اللي اكتشف مين؟ الصفات المرتبطه بالجنس. طب اكتشفها ازاي؟ لما درس صفه توارث صفه لون العيون في حشره الدروسوفيلا. بمعنى عمل تزاوج، ركز كده، عمل تزاوج، طبعا ما كانش عامل على اساس وراثي، هو عمل تزاوج ما بين انثى حمراء العيون مع ذكر ابيض العيون. لقى افراد الجيل الاول بنسبه 100% حمراء الايه؟ العيون. قال لك خلاص يبقى صفه اللون الاحمر في العيون هي الصفه السائده، وصفه اللون الابيض هي الصفه المتنحيه. عمل تهجين ما بين افراد الجيل الاول، لقى ايه؟ لقى طلعت النسبه 3-1، 3 صفه سائده اللي هي الحمراء، وواحد صفه متنحيه. قال لك خلاص يبقى هنا كده دي صفه منديليه زي قانون مندل الاول. ولكن بعد كده اكتشف ايه؟ ان الصفه المتنحيه اللي هنا بتمثل الواحد، اللي هي بتمثل الربع اللي هو 25%، قال لك لقاها كلها صقور. مش معنى ما طلعش هنا اناث حمراء العيون ليه؟ قال لك اذا دي كده مش تتبع الصفات المنديليه، ده دي حضرتك صفات مرتبطه بالجنس. اي نعم صفات جسديه اللي هو لون العيون بيظهر من ضمن الصفات الجسديه، ولكن الجينات بتاعتها محموله على كروموسومات جنسيه، وبالتحديد الكروموسوم الجنسي اكس. يبقى اللي اكتشف الصفات المرتبطه بالجنس عالم يسمى توماس مورجان. واكتشفها امتى؟ لما درس توارث صفه لون العيون في حشره الدروسوفيلا، وبالتالي عمل بقى الاساس الوراثي اللي انتوا شايفينه. لو انا كنت قلت لك الكلام اللي فات ما كنتش هتفهمه، اما هنا لما طبقناه وعملناه على اساس وراثي فانا فهمتك. فاول حاجه طلعت 100% صفه ايه؟ حمراء، اللي هي الصفه السائده، سادت على اللون الابيض، يبقى اذا اللون الابيض صفه متنحيه، وصفه لون العيون الحمراء هي الصفه السائده. عمل تهجين ما بين افراد الجيل الاولاني، لقى النسبه 3-1. قال لا ده زي كده اللي هو مين؟ اللي هو قانون مندل الاولاني، فقال لك صفات مندليه. ولكن اكتشف ان نسبه الربع اللي هو بيمثل واحد اللي هي الصفه المتنحيه ظهرت في جنس واحد اللي هو الذكر، ليه ما ظهرتش في الاناث؟ اذا ده كده مش صفات مندليه ولكن صفات مرتبطه بالجنس، اي يعني معناها صفات جسديه، ولكن اللي هي الجينات بتاعتها تحمل على الكروموسومات الجنسيه، وبالتحديد الكروموسوم الجنسي اكس. بكده الجزئيه دي تكون اتفهمت. لما اجي اقول لك بقى هات لي ذكر احمر العيون او ذكر ابيض العيون، انثى حمراء العيون وانثى بيضاء العيون، بص كده معايا. عندي الذكر اللي هو احمر العيون يبقى انا عندي هنا اكس واي وهنا ار كابيتال. طب ابيض العيون اكس واي وهنا ار سمول.
طيب الانثى بقى حمراء العيون، ما احنا عارفين ان صفه لون العيون الحمراء دي صفه سائده، فهنا بقى هيبقى عندها ايه؟ طرزين جينيين، يبقى عندي اكس اكس ار كابيتال ار كابيتال، اكس اكس ار كابيتال ار سمول. طب بالنسبه بقى للون الابيض في الانثى اكس اكس ار سمول ار سمول. يبقى اذا في الذكر هنا صفه لون العيون بتمثل بطرزين جينيين، اما في الانثى بتمثل بثلاث طرز جينيه. طب ليه ثلاث طرز جينيه؟ لان عندي في الانثى اللي هي الصفه السائده اللي هو اللون الاحمر بيبقى لها طرزين جينيين، يا اما الاثنين الجينين بتوع الصفه، يا اما الاثنين كابيتال، يا اما واحد كابيتال وواحد سمول. طب ليه ما كانش في الذكر كده بالنسبه للون الاحمر؟ لان دي صفات مرتبطه بالجنس، الجينات بتاعتها موجوده على الكروموسومات الجنسيه اللي هو بالتحديد الكروموسوم الجنسي اكس وليس واي، قلنا واي لا يحمل سوى القليل منها، فعند الذكر ما عندوش غير كروموسوم واحد اكس واحد فقط، وبالتالي هنا واي مش بيحمل حاجه. يبقى كده الذكر يا احمر يا ابيض. اما الانثى لما تكون حمراء لا اقعد افكر هل هي نقيه ولا هجينه. بكده الجزئيه بتاعه توارث صفه لون العيون في حشره الدروسوفيلا اللي هي ذبابه الفاكهه اللي هو المثال اللي تبع الصفات المرتبطه بالجنس، كده الدنيا معانا تمام التمام. نتكلم بقى دلوقتي عن الصفات المرتبطه بالجنس بس فين؟ في الانسان، وناخد اول حاجه وهي حاله عمى الالوان. قال لك حاله وراثيه تسبب عدم القدره على تمييز الالوان وخاصه اللونين اللي هما الاحمر والاخضر. يعني بص كده معايا، لو انا جبت لك الشكل ده كده وقلت لك تعرف تقرا الرقم اللي موجود هنا، ركز كده، هتعرف تقراه ولا لا؟ هنا اجي ابص الاقي هنا 26، يعني انا قريبه من السبوره وشايفه اهو، يعني الله اكبر، يعني ما عنديش مشكله في عمل الالوان. فانا هنا ميزت اللون اللي هو الايه؟ اللي هو الرقم، يعني اللي باللون الاحمر عن الخلفيه اللي لونها ايه؟ اللي لونها اخضر، يبقى 26. وهنا ميزت اللون اللي هو الاخضر والخلفيه بتاعته فيها احمر، يبقى هنا 74. صدقوني انا كنت ببص كده مش شايفه عشان بس الاضاءه، ولكن لما قربت شفت، انا كنت هتخضر ولا عندي عمل الوان ولا ايه. المهم عمى الالوان اللي هم بيبقوا الاشخاص اللي مش قادرين يميزوا الالوان، خاصه اللون الاحمر والاخضر، زي اشارات المرور هتجيلك وانت بتحل مثلا. مريم مش قادره تميز ما بين اشارات المرور وخاصه اللون الاحمر والاخضر، فدي اسمها حاله ايه؟ عمى الالوان. فانت حضرتك جرب، لو لقيت نفسك الدنيا معاك تمام وعارف تميز وتقرا الارقام دي يبقى انت زي الفل وما عندكش عمى الالوان. قال لك بقى اللي مسؤول عنها جين سائد ولا متنحي؟ هنا جين متنحي. من الاخر كل اللي مسؤول عن الصفات اللي هي المرتبطه بالجنس كلها جينات متنحيه. يبقى هنا وجود جين متنحي محمول خلاص بقى صفات مرتبطه بالجنس يبقى موجوده على الكروموسوم الجنسي اكس. ركز بقى معايا، نعمل دول على اساس ايه؟ على اساس وراثي علشان هنستنتج منه حاجات. انا عندي دلوقتي ده اب مصاب. يعني ايه اب مصاب؟ طبعا هنا بالنسبه لعمل الوان مش هو مسؤول عنه جين متنحي، فاحنا هناخد الرمز اللي هو مين؟ اللي هو سي سمول. طب انا عايز اخد رمز تاني براحتك، بس يفضل الحاجات اللي اتذكرت عندك في الكتاب برموز معينه تستخدم نفس الرموز. طب لو جاب لك حالات وراثيه تطبيق على حالات وراثيه اتذكرت عندك في الكتاب، اختار الرموز اللي انت عايزها. وطبعا اختار الرموز زي ما انا قلت لك ان انت تفرق ما بين الكابيتال والسمول علشان الحاجات ما تتلخبطش معاك وتقدر تطلع الطرز الجينيه صح وكمان الطرز المظهريه. وساعات اصلا بيجيب لك حاله وراثيه زي دي كده، هنا خدنا الرمز اللي هو مين؟ سي سمول زي ما اتجاب في الكتاب، ولكن يجيبه لك في الاختيارات مثلا اللي هو مستخدم لك ايه؟ اللي هو ايه سمول، عادي، ايه المشكله؟ يبقى اذا دلوقتي لو جاب لك حاله وراثيه من الحاجات اللي اتذكرت عندك في الكتاب يفضل تستخدم الرموز دي. انت دماغك عايزه تستخدم رموز ثانيه براحتك مفيش مشكله، المهم ان انت تعمل الاساس الوراثي صح. طب جاب لك مثلا حاله وراثيه كتطبيق، يعني ما اتذكرتش في الكتاب، كتطبيق على حاله وراثيه عندك في الكتاب، فانت استخدم اي رموز ثانيه انت عايزها، او ان انت بتستنبط الرموز اللي انت تستخدمها من خلال الايه؟ الاختيارات اللي موجوده عندك بالنسبه للسؤال. هنا عندي اب مصاب، يعني ايه؟ بيحمل اللي هو الجين المتنحي وطبعا على الكروموسوم الجنسي اكس. طب بالنسبه هنا ام سليمه، خلي بالك بقى كلمه الام سليمه دي
يعني تتوغوش. اصل سليمه دي ممكن يكون عندها الرمزين كابيتال او واحد كابيتال وواحد ايه؟ واحد سمول. هتقول لي ازاي؟ بص كده، انا دلوقتي لما اقول اكس اكس اللي هي الانثى، سي كابيتال سي كابيتال، تمام، يبقى هي كده مش مصابه بعمل الوان. طب قلت اكس اكس عند سي كابيتال سي سمول، قال لك دي تسمى حامله لجين المرض ولكنها سليمه. يعني حضرتك دي سليمه وديت سليمه، ديت لا تعاني وديت لا تعاني، تمام؟ حلو. يبقى تاني لما يقول لك كلمه الام سليمه تتوغوش. يعني ايه تتوغوش؟ يعني تقول في ذهنك هل هي نقيه ولا هجينه؟ اما لو قال لك بقى لفظ كلمه سليمه تماما، كلمه سليمه تماما يعني الاثنين عندها كابتن. اما لو قال لك سليمه بس وسكت، فيا اما ده يا اما ده. طب انا اعرف منين؟ ساعات بيديك لغز في السؤال كمعطى كده، فبتبدا من خلاله تعرف هي هتكون نقيه كده ولا هتكون هجينه. طب افرض قال لك لا تعاني، برضك نفس الكلام، لكنها يا اما دي يا اما دي، تمام؟ ففي واحد يقوم قايل لي لا ده كلمه سليمه يعني معناها عندها الاثنين كابيتال اللي هم جيني الصفه كابيتال، لا. وهتشوف الكلام ده وانت بتحل، تمام؟ وفي حاجات بتقدر تستبعدها من خلال الاختيارات. يعني ان شاء الله لما انزل لك حل التمارين بتاع الدرس ده على المنصه، انا اساسا بفصل لك كل حاجه وبقول لك دي كانت ازاي والحته دي بتعرفها منين، فالتطبيق اكتر بيفيدك. يعني انا ممكن اقول لك فنيات كتير قوي في الحصه، بس في حاجات تعلق معاك وحاجات لا. الحاجات اللي ما بتعلقش معاك دي بتبقى عايزه اسئله ونطبق عليها، وساعتها تقول فعلا مس ايمان قالت اللي هي المعلومه دي، انا خلاص كده فهمتها. انا كنت الاول يعني نص ونص مش عارف هي بتيجي ازاي. وده بقى اللي هو فايده الحل. في طلبه يقول لك انا بسمع اللي هو الشرح كويس قوي قوي وفاهم كل حاجه، بس اجي احل مش عارف احل. طب ما هو ده طبيعي، لازم ان انت تجرب. يعني بعد ما تذاكر تجرب تطبق على الاسئله مره في مره، هتلاقي الموضوع سهل معاك وبتعرف تحل الاسئله الخاصه بالدروس بتاعه الوراثه. المهم انا عندي هنا اللي هي الام الايه؟ الام السليمه، وهنا اللي هي نقي، تمام؟ الاثنين دول متماثلين، يبقى هاخد واحد بس. ادي كده ايه؟ سي كابيتال. عايزه اكبره برضك عشان ايه الدنيا معانا تبقى تمام. اهو ادي سي كابيتال، ده كده اللي هو ايه؟ اللي هو إيه؟ طبعا الامشاج المشيج يعني بالنسبه للاثنين دول لانهم متماثلين فاخد واحد بس. ده بقى كل واحد لوحده، ده كده اللي هو سي سمول وده اللي هو واي. بعد كده اخد ده مع ده وده مع ده، يبقى اكس اكس سي كابيتال سي سمول، ده مع ده اكس سي ايه؟ سي سمول ولا سي كابيتال؟ لا ده سي كابيتال واي. لاحظنا هنا ايه؟ ركز الله يكرمك، الاب كان مصاب عشان الحاجات دي انا جايبه حاجات على اساس وراثي، تزاوجات وتهجين على اساس وراثي علشان اطلع منه بالمعلومات اللي دش عندك في الكتاب. فركز معايا، انا عندي هنا الاب مصاب والام مالها؟ والام سليمه. لقيت هنا دي كده انثى حامله لجين الايه؟ لجين المرض، بس هي سليمه برضه. وده حضرتك ذكر سليم. من الاخر الذكر يا ابيض يا اسود، يا مصاب يا سليم، بس كده، تمام؟ بس انا هنا كده بقول ايه؟ انثى حامله لجين المرض. هي جابت هنا الجين بتاع المرض ده هو منين؟ جين الصفه ده هو جابته منين؟ جابته من الاب. اذا اقدر استنتج ان الاب بيورث الجين بتاع الصفه او بيورث الصفه لبناته اللي هم الاناث. اما الام هتعرف كمان شويه ان هي بتورث الذكور والاناث. تاني من خلال الاساس الوراثي اللي احنا عملناه المساله الاولانيه، هنا كان الاب مصاب والام كانت سليمه وهي هنا نقيه، فلقيت هنا في الانثى اللي طالعه فيها الجين بتاع الصفه، ولكن طبعا علشان هنا بتكون هجينه فبقول عليها حامله لجين المرض وهي سليمه مش بتظهر عليها اي اعراض. والذكر هنا سليم. طيب يبقى اذا كده الاكس سي سمول اللي كانت عند الاب راحت لمين؟ راحت للذكر ولا راحت للانثى؟ راحت للانثى. ليه؟ لان احنا عندنا بالنسبه للاب اللي هو الواي هيورثوا لمين؟ للذكور، وطبعا واي مش بتحمل سوى القليل من الصفات المرتبطه بالجنس واحنا مش بنحط عليها اصلا اللي هو جين الصفه. يبقى اذا الخلاصه ان الاب بيورث الصفه لمين؟ للاناث. طيب بص كده معايا، عندي هنا ده اب سليم وعندي هنا ام حامله لجين الايه؟ لجين المرض. يبقى ده كده لوحده وده كده لوحده وده كده لوحده وده كده لوحده. وبعدين بقى اعمل ايه؟ اجيب الافراد، ده مع ده وده مع ده، ده مع ده وده مع ده. يبقى انا عندي اكس اكس دي كده ايه؟ سي كابيتال، وده سي كابيتال، ده مع ده اكس
سي كابيتال واي، ده مع ده اكس اكس سي كابيتال سي سمول، ده مع ده اكس سي سمول واي. لاحظت ايه؟ ده ذكر مصاب، اكتب لك ذكر مصاب، وديت كده انثى حامله لجين المرض، ده ذكر مصاب. طب وهنا انثى سليمه، يعني مش حامله لجين المرض، لا ده هي سليمه نقيه. تمام. طب لاحظنا هنا ايه؟ الاب كان سليم. تمام. وهنا الام كانت حامله لجين الايه؟ لجين المرض اللي هو بتاع الصفه. نقلته لمين يا حلوين يا شاطرين؟ بصوا كده، نقلته للانثى. اي نعم هي هجينه لم تظهر عليها اعراض المرض، ولكنها جالها مين؟ اللي هو الاكس اللي عليه سمول. وعندي برضو تتنقل لمين؟ للذكر. يعني كده اقول ايه او استنتج ايه؟ ان الام بتورث الصفه للذكور والاناث، اما الاب بيورث الصفه للاناث. خلي بالك الله يكرمك. تاني انا بقول الاب على فكره وانت بتحل في التمارين بتاعت الدرس ده، يعني معظم الاسئله على المعلومه اللي انا بقولها دلوقتي، ان الاب بيورث الصفه للاناث وان الام بتورث الصفه للذكور والاناث. خد اللي جايه بقى، مش الاب بيورث الصفه للاناث، تمام، وقال لك بيورث الصفه لاحفاده الذكور والاناث. طب ازاي؟ عن طريق بناته. هو ورث الصفه لبناته، مش بناته دول هيتجوزهم؟ طب ما هي البنت بتورث الصفه للذكور والاناث، يبقى كده عند الاب هيورث الصفه لبناته اللي هم الاناث، وهيورثوا لاحفاد الذكور والاناث عن طريق بناته. يا رب تكون اتفهم. طيب اهو ادي انا كاتبه لك الكلام اهو، ادي الاب يورث جين الصفه لابنائه الاناث دون الذكور. قول لي علل ليه؟ علشان هو اصلا اللي هو عنده الجين بتاع الصفه موجود على الكروموسوم اكس اللي عنده، فبيورثوا ليه الاناث. اما بيورث للذكور مين؟ بيورث لهم واي، وواي ما بيكونش عليه جين الصفه. طبعا الاسئله بتاعت اللي هي الاسئله المقاليه وعلل وفسر والكلام ده كله اكتب باسلوبك. يعني ما اجي اقول لك علل ليه الاب بيورث جين الصفه لابنائه الاناث دون الذكور؟ لان بيدي للاناث اكس اللي هو سي سمول، يعني هو عنده الكروموسوم اكس هو اللي محمول عليه جين الصفه، وده اللي بيورثه للاناث. اما بيورث للذكور واي، وواي لا يحمل مين؟ لا يحمل الصفه او جين الصفه، لان دي صفات مرتبطه بالجنس. يعني في الاول تقول الحاله الوراثيه ايه عشان الكلام بتاعك يكون منسق. يبقى اذا انا عندي اقدر اقول لان ده كده بيمثل ايه؟ اللي هي الصفات المرتبطه بالجنس، حيث ان الذكر هنا بينقل او اللي هو بيورث ليه الاناث او بيدي ليه الاناث، يعني كلمه يعطي للاناث اللي هو مين؟ اللي هو اكس اللي حامل عليه جين الصفه، اما بيدي ليه الذكر اللي هو واي اللي ما بيكونش عليه جين الصفه. قلنا هنا ان الام تورث جين الصفه لابنائها الذكور والاناث، وطبعا قلنا ان الاب بيورث الصفه لبناته ويرجع يورثوا لاحفاده الذكور والاناث عن طريق بناته دول عشان لما يتجوزوا. فمعنى كده ان الذكر بيورث جين الصفه لاحفاد الذكور والاناث عن طريق بناته الاناث. حته عايزه اقولها، ساعات يجي يقول لك ايه بقى؟ انا عايز نسبه مثلا الذكور المصابه، ركز في وده الفكره اللي بيلعب عليها في امتحان اخر السنه. ساعات يجي يقول لك ايه؟ انا عايز نسبه الذكور المصابه من بين افراد النسل الناتج كله، فبيمثل قد ايه كده؟ ها ادي الذكور المصابه بتمثل قد ايه؟ ادي كده ذكر مصاب وادي كده، لا ده مش مصاب. طب كويس ان انا خدت بالي، انا كده خدت بالي الحمد لله. ده كده حضرتك ذكر سليم، اللهم لك الحمد. تمام؟ يبقى ده كده انثى سليمه، ده ذكر سليم علشان هنا سي كابيتال، ودي كده انثى حامله لجين المرض، وده ذكر ايه؟ مصاب. فانا هنا عندي ايه؟ انا قلت إيه لما اجي اقول نسبه الذكور المصابه، قلنا كام بالنسبه لافراد النسل كله؟ هتمثل ايه؟ هتمثل الربع. طب افرض قلت لك هات لي نسبه ظهور المرض في الذكور او ظهور الصفه في الذكور، هيبقى كام؟ طالما خصصت الذكور بس يبقى انا بعامل الذكور ده هي كانها بتمثل 100%، يبقى نصهم مصاب. طب افرض قلت لك انا عايز نسبه ظهور الصفه في الاناث، ده معناه ايه؟ ان انا بعامل الاناث كانها 100%، يبقى ده كده كانه 100%. طبعا دي سليمه وديت سليمه، اي نعم حامله لجين المرض ولكن سليمه، فاقول له بيساوي صفر. يعني انت عايزه تقولي ايه؟ الاخر لما نيجي نجيب الصفه قصدي نجيب النسبه، هي النسبه دي على حسب مين؟ الذكور بس ولا الاناث بس
ولا نسبه الحاجه اللي هو عايزها من ضمن الافراد بتاعه النسل كله؟ دي على فكره الفكره دي مهمه جدا 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 وبتيجي في امتحان اخر السنه. يبقى لما يقول لك انا عايز نسبه ظهور الصفه في الذكور بس، فانت بتعامل الذكور اللي طلعت عندك كأنها نسبه 100%، وتشوف الصفه طلعت عندهم ولا لا، هل بنسبه 50%، بنسبه الربع، ايا كان بقى، ما طلعتش خالص. طب بالنسبه لو الاناث بس، يبقى هتعامل الاناث اللي طالعين عندك في افراد النسل كانها نسبه 100%، وتشوف ظهور المرض او الحاله المرضيه ظهرت بنسبه قد ايه. طب لو قال لك انا عايز نسبه ظهور الصفه المرضيه في الذكور بين افراد النسل كله، يبقى بقى عامل كل افراد النسل كانها بنسبه 100%. الفكره الثانيه، علشان الصفه تظهر في الانثى، ركز الله يكرمك، علشان الصفه تظهر في الانثى لابد ان يكون الاب مصاب. تاني انا بقول علشان الصفه تظهر في الانثى لابد ان يكون الاب ايه؟ الاب مصاب. ليه؟ بص كده، انا عندي اكس اكس سي سمول سي سمول، يبقى كده دي انثى مصابه، انثى مصابه بالعمى اللوني. تمام؟ هي جايبه ده من الاب وجايبه ده من الام، صح ولا لا؟ صح. فلما يجي يقول لك انثى مصابه بالعمى اللوني، فيبقى هجين ما بين مين ومين، فتستبعد من الاختيارات لما يبقى الاب سليم. ليه؟ لان هي لازم تكون جايبه واحد من الاب وواحد من الايه؟ من الام. يعني مثلا هيكون الاب كالاتي، هنا سي سمول، عند الام بقى يا اما الام تكون مصابه يعني سي سمول سي سمول، او ممكن تكون هجينه سي كابيتال سي سمول، يا اما تكون كده يا اما تكون كده. المهم لازم يبقى عندها اكس عليه سي سمول، ملناش علاقه، يا اما مصابه، خلي بالك من الكلام، يا اما تكون حامله لجين الايه؟ لجين المرض. اما الاب لازم كده 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 لازم يكون مصاب. يبقى من الاخر علشان الانثى تكون مصابه اللي هي تظهر من ضمن الابناء بتبقى واخده واحد من الاب وواحد من الام، فلازم يكون الاب كده كده مصاب. اما بالنسبه للام ممكن تكون سليمه ولكن حامله لجين المرض، او ان هي تكون مصابه. يا رب الفكرتين دول يكونوا اتفهموا. الفكره بتاعت الانثى المصابه هتظهر ازاي، والفكره اللي هي بتاعت النسب، والفكره الثالثه اللي هي بتاعت مين، ان الاب بيورث الصفه للاناث وبيورثوا الاحفاد الذكور والاناث عن طريق بناته، وان الام بتورث الصفه للذكور والاناث. دي انا صلحتها اهو، اللي هو مين؟ اللي هو ده كده ذكر سليم، علشان دي سي كابيتال. ما هو ده اللي انا بقول لك عليه، ده مع ده وده مع ده ماشي، يبقى سي كابيتال. اهم حاجه تخلي بالك وانت بتشوف او بتجيب الطرز الجيني والطرز المظهري. طيب انا دلوقتي لما اجي اقول لك بالنسبه لذكر سليم من عمل الوان بيبقى اكس واي سي كابيتال، تمام؟ حامل لجين المرض، لا انا قلت لك الذكر يا ابيض يا اسود. طب هنا اكس واي سي سمول. الانثى بقى لا، بنتوغوش منها لما تكون سليمه او حامله لجين المرض، او اكس اكس سي كابيتال سي كابيتال، اكس اكس سي كابيتال سي سمول. هنا بقى لا، بتكون اكس اكس سي سمول سي سمول. في طالب هيقول لي استني بقى، طب ما انت قلتي هنا اهو ان هي سليمه يبقى عندها 2 كابيتال، حامله لجين المرض ان هي عندها 1 كابيتال 1 سمول. ما حته برضك حامله لجين المرض حضرتك ده برضك سليمه، اي نعم حامله لجين المرض ولكن مش بيظهر عليها اعراض الايه؟ اعراض المرض. فخلي بالك اول ما يقول لك الانثى سليمه بالنسبه مثلا لعمل الوان او اي حاجه خاصه بالصفات المرتبطه بالجنس تتوغوش. يعني ايه تتوغوش؟ يعني تقول ان هي لها طرزين جينيين. يا مس ستي نعم، احنا لاحظنا حاجه، ان الذكر كده مجني عليها على طول، بمعنى ان هو اصلا الصفه بتظهر عليه يا دوبك بوجود جين الصفه يعني جين واحد بس. ما انا بقول لك يا ابيض يا اسود. يعني الذكر لو عنده سي كابيتال يبقى سليم، عنده سي سمول يبقى مصاب. اما بالنسبه للانثى لا، ده واخده حقها، هنا بيبقى عندها جين المرض، وجين المرض مع طبعا اللي هو السي الثاني الكابيتال، وعلى الرغم من ذلك لا تظهر عليها اعراض المرض. يبقى اذا حصتنا النهارده الذكور مجني عليها. يعني ايه مجني عليها؟ يعني علشان الصفه تظهر عليه اللي هي صفه المرض يكتفي وجود جين واحد بس. طب تسال نفسك ليه؟ لانه هو عنده كروموسوم اكس واحد بس اللي هو اصلا بيكون عليه الجينات الخاصه بالصفات المرتبطه بالايه؟ بالجنس. يا رب الجزئيه دي تكون اتفهمت. ناخد بقى الحاله اللي بعد كده، الهيموفيليا. نفس الكلام بس ايه اللي هي الجزئيه بس بتاعت النص بتاع كل حاجه بيكون مختلف، ولكن هي نفس الفكره. يعني عندك حاله الهيموفيليا
اللي هي سيوله الدم. بيقول لك حاله وراثيه تسبب سيوله الدم، ده نتيجه ايه حضرتك؟ عدم تكون بعض المواد الضروريه لتجلط الدم. هتعرف ان شاء الله في تانية ثانوي بيبقى فيه خطوات لتكوين الجلطه، خطوات كمان وجلطه. ازاي؟ ما هي الجلطه اللي احنا بنتكلم عنها دي الجلطه المفيده، يعني اللي هي بتحافظ على الدم من الايه؟ من النزيف، يعني بتعمل على ايقاف النزيف بتاع الدم. بمعنى انا دلوقتي وليكن وانا ماسكه كده المذكره، فالمذكره الورق بتاعها حامل، فراح جاي معورني، ايه اللي هيحصل؟ هنزل دم شويه وبعد كده هلاقيه خلاص لوحده سكت لوحده. سكت ليه؟ بسبب تكوين الجلطه اللي احنا هنعرفها ان شاء الله في تانية ثانوي بالخطوات بتاعتها. يعني ايه جلطه هتضرني لا قدر الله؟ لا، ده هي كده حمت الدم من النزيف. فاذا هنا بقول حاله الهيموفيليا اللي هي سيوله الدم دي بتبقى حاله وراثيه بتسبب سيوله الدم. حاله وراثيه بمعنى ان الشخص او الطفل لو اتعور حتى لو قطع بسيط جدا بتلاقيه بينزل دم على طول، ما بيتسدش. ليه؟ لان هو عنده مشكله، عنده حاله الهيموفيليا سيوله الدم، ما عندوش بقى الخطوات بتاعت الايه؟ الجلطه. نتيجه ايه؟ ان دي حاله وراثيه تسبب سيوله الدم نتيجه عدم تكون بعض المواد الضروريه لتجلط الدم. فهنا بيقول لك ايه بقى؟ المسؤول عنها جين متنحي. احنا قلنا كل الصفات المرتبطه بالجنس المسؤول عنها جينات متنحيه. وهنا هاخد الرمز اللي هو زي ما قال لك في الكتاب اتش ايه؟ اتش سمول. فبيقول لك هنا محموله على الكروموسوم الجنسي اكس، وده بيسبب الموت خاصه عند مين؟ الاطفال. يعني في مرحله الطفوله. يعني كنت اعرف واحد كده طفل صغير، يعني في بعض العائلات كان على طول يقعد يلعب ويتشقى مش عارفه ايه، كانت والدته كل شويه تقول له ايه؟ ما تلعبش لا تتعور. ليه بقى؟ هي خايفه عليه، على طول مقعداه جنبها، لانه لو خدش بسيط هيفضل ينزف، يصفي الدم اللي في جسمه ومش هيعرفوا يوقفوه، لانه طبعا عنده حاله الهيموفيليا اللي هو سيوله الدم. وفي الاخر توفاه الله. غير كده كمان ان هو مش بيقدر يخش عمليات جراحيه. ليه؟ هيوقفوا الدم ازاي؟ هيوقفوا النزيف بتاع الدم ازاي؟ مش هيعرف. طيب تعالوا نعمل بقى على اساس وراثي. هنا التزاوج ما بين اب سليم وام حامله لجين المرض. خلاص بقى انت بقيت استاذ. هنا سليم، بس احنا خدنا اللي هو الرمز الاتش. اتش سمول ده اللي هو الجين المتنحي اللي هو مسؤول عن حاله الهيموفيليا. طب ده اللي هو سليم يبقى هناخد اللي هو اتش كابيتال. طب وهنا حامله لجين المرض يبقى عندها واحد كابيتال وواحد سمول. طبعا ده هيكون لوحده وده لوحده، ده برضك لوحده وده لوحده. بعد كده اخد ده مع ده وده مع ده، يبقى اتش اتش، قصدي اكس اكس، اتش كابيتال اتش كابيتال. بعدين ده مع ده اكس واي اتش كابيتال، ده مع ده اكس اكس اتش كابيتال اتش سمول، ده مع ده اللي هو اكس اتش سمول واي. شفت هنا الاتش سهله ازاي؟ ليه؟ لان في فرق كبير ما بين الحرف الكابيتال والحرف السمول، مش زي السي. يعني السي تلاقي اللي هو الحرف ايه؟ شبه ايه؟ شبه بعضه، اللي هو الكابيتال والسمول. بص كده دلوقتي انا عندي دي كده انثى ايه؟ دي انثى سليمه، ده ذكر سليم من الهيموفيليا. يعني دي كده انثى حامله لجين المرض ولكنها سليمه. ده ذكر ايه؟ ده ذكر مصاب. انا عندي هنا الاب كان سليم والام حامله لجين المرض. ادي حامله لجين المرض، قلنا الام بتورث الصفه للذكور والاناث. ادي الانثى وادي الذكر، وده اللي انا قلت لك عليه. الاب سليم هنا ورث حد؟ لا، هو بيورث مين؟ بيورث الاناث. يبقى الاب بيورث الاناث، اما الام بتورث الذكور والاناث الصفه. هتقول لي الاب ما بيورثش حد ازاي؟ انا اقصد بالنسبه لجين الصفه بتاعه حاله الهيموفيليا. خلي بالك من الكلام. طبعا هنا ايه اللي هو اكس اتش كابيتال هيورثه اكيد لمين؟ هيورثه للانثى. ولكن انا اقصد ان جين الصفه او الصفه مين اللي بيورثها؟ بالنسبه للاناث عندي اللي هو الاب، اما بالنسبه للام بتورث الذكور والاناث. تاني عشان ما تتلخبطوش، ادي كده الاناث احنا بنتكلم عن الابناء، وادي الذكور. تمام؟ الاناث دي بتاخد منين؟ بتاخد من الاب وبتاخد من الام، اما الذكور بتاخد من الام بس. يبقى اللي هي الذكور بتاخد من الام فقط اللي هي الصفه. ده كده الكلام على الصفه او الحاله الوراثيه اللي هي خاصه بالصفات المرتبطه بالجنس. يبقى اذا الاب بيورث الصفه للاناث اللي هم بناته، وبيورث لاحفاد الذكور والاناث عن طريق بناته.
اما الام بتورث الذكور والاناث، وقلت علشان الانثى تظهر فيها الصفه لابد ان هي بتكون جايبه جين من الاب وجين الصفه الثاني من الام، فلازم علشان تظهر في الانثى الصفه لابد ان يكون الوالد بتاعها يكون ايه؟ يكون مصاب. اما الام يا اما تكون حامله لجين المرض او تكون مصابه. طيب هنا بقى بيقول لك الذكر والانثى اللي هو سليم وحامل لجين المرض ومصاب. عندي الذكر هنا اكس واي وعندي هنا اتش كابيتال لان بنتكلم عن حاله الهيموفيليا. هنا مفيش حاجه اسمها حامل لجين المرض بالنسبه للذكر، يا ابيض يا اسود. هنا اكس واي اتش سمول، اما هنا تكون اكس اكس اتش كابيتال اتش كابيتال اكس اكس اتش كابيتال اتش سمول. هنا حامله لجين المرض ولكنها سليمه، لا تظهر عليها اي اعراض ولا تعاني من الحاله المرضيه. هنا اكس اكس اتش سمول اتش سمول. يبقى اذا برضو هنا الذكر مجني عليه لانه بيكتفي او الصفه بتظهر عليه من خلال جين واحد بس للصفه اللي بيكون محموله عنده على الكروموسوم اكس، لانه ما عندوش غير كروموسوم اكس واحد بس اللي هو بيحمل الجين بتاع الصفه. كده اتكلمنا عن مين؟ عن حاله الهيموفيليا اللي هي سيوله الدم، واتكلمنا عن عمى الالوان. ناخد دلوقتي شويه ملاحظات على الجزئيه دي اللي هي بتاعت عمى الالوان والهيموفيليا او فيما يخص الصفات المرتبطه بالجنس. الصفات المرتبطه بالجنس زي عمى الالوان والهيموفيليا، ركز كده، تكون اكثر انتشارا بين الذكور عن الاناث. ما انا قلت لك يا ابني ان الذكور بيكون المجني عليهم في الحصه بتاعت النهارده. طيب ليه؟ قلنا علشان الصفه بتظهر عليهم بوجود جين واحد بس، لان دي صفات مرتبطه بالجنس تبقى الجينات بتاعتها محموله على الكروموسوم الجنسي اكس، والذكر ما عندوش غير كروموسوم اكس اللي هو واحد بس. اما الانثى عشان تظهر عليها الصفه محتاجه جيني الصفه عشان طبعا عندها كروموسومين اكس. هنا بيقول لك الطرز المظهري للذكر في الصفات المرتبطه بالجنس، قال لك ايه؟ يدل على الطرز الجيني، اما في الانثى لا. فعلا ليه بقى الكلام ده؟ لان الذكر يا ابيض يا اسود، يا مصاب يا سليم. اما الانثى لو انا قلت لك سليمه اتوغوش اقول لنفسي هل هي عندها الحرفين كابيتال ولا حرف كابيتال وحرف سمول؟ مش عارف. عامل زي الصفه السائده، هي نقيه ولا هجينه؟ اهو ده من نفس معنى الكلام. الذكر فيه الصفات المرتبطه بالجنس ليست طبعا الذكور بتكونش هجينه، ما انا بقول لك يا ابيض يا اسود. اما بالنسبه للانثى ممكن تكون هجينه في مين؟ طبعا في الصفات دي زي ما قلنا يا اما حرفين كابيتال يا اما حرف كابيتال وحرف سمول. هنا بيقول لك الابناء الذكور بترث باستمرار الصفات المرتبطه بالجنس من الام. ما احنا قلنا ان الاب بيورث لبناته، تمام؟ اما الام بتورث الذكور والاناث، يبقى الذكر كده هيجيب الصفه منين؟ من الام. اما الابناء الاناث من الاثنين، الاب ومن الايه؟ ومن الام. النقطه رقم 5 الذكر المفروض تاخد الحاجات دي سكرين اهو، تمام؟ تاخدها سكرين سريعا كده. عندي رقم 5 هنا بيقول لك ان الذكر يورث جين الصفه لاحفاد الذكور والله قلناها لاحفاد الذكور والاناث عن طريق ايه؟ بناته. الانثى تورث جينات الصفه لابنائها الذكور والاناث، قلنا اللي هي الام يعني. علل عدم اختفاء جيني الهيموفيليا وعمى الالوان من الجنس البشري. ليه؟ ما بيختفوش ليه؟ يعني مع التوارث والتكاثر وانتقال عبر الاجيال ما بتختفيش ليه؟ لانها يا ابني من الصفات المرتبطه بالجنس، والصفات المرتبطه بالجنس موجوده هنا اللي هي الجينات بتاعت الصفه دي موجوده على مين؟ على الكروموسومات الجنسيه اللي هي اكس اللي هي اصلا موجوده في الجنسين الذكر والانثى، فعمرها ما هتتقطع خالص من الجنس البشري. ليه؟ لانها مش محموله على كروموسومات جسديه، لا ده هي محموله على كروموسومات جنسيه، ومفيش ذكر في العالم ما عندوش اكس ومفيش انثى في العالم ما عندهاش 2 اكس، فكده كده لازقه فيهم فمش هتختفي. يبقى على عدم اختفاء جيني الهيموفيليا وعمى الالوان من الجنس البشري لانهم صفات مرتبطه بالجنس. فهنا بقول ان الجينات بتاعتهم محموله على الكروموسوم الجنسي اكس اللي موجود في كلا الجنسين. نتكلم بقى على الجزئيه بتاعه ضمور العضلات وكلمتين كده عن قصور النظر. الحته دي مكتوبه عندك في الكتاب للاطلاع فقط، ولكن على فكره ممكن يجيبها لك في الاسئله ويجيب لك رموز ليها، استخدم اي رموز. بص هقول لك على حاجه، اللي هينطبق على عمى قصدي ضمور العضلات كسر النظر هينطبق على الاثنين اللي فاتوا زي عمى الالوان وعندي الهيموفيليا. طبعا في اختلافات، ولكن انا بقول لك لو جاب لك حاجه زي دي فهتطبق على الحالتين اللي اتذكروا عندك في الكتاب بالتفصيل زي عمى الالوان والهيموفيليا.
عندي هنا ضمور العضلات، قال لك بيسببها جين متنحي. كل الصفات المرتبطه بالجنس مسؤوله عنها جينات متنحيه، بس ده مميت، مرتبط بالجنس، محمول على الكروموسوم الجنسي اكس، ويقتصر الاصابه على الذكور فقط. يبقى ده اللي هو ضمور العضلات بيكون في الذكور فقط، وده بتظهر الاعراض على الفرد لما يكون عمره 12 سنه. وهنا طبعا بيموت على فكره في الاخر، عشان كده بقول لك هو اصلا مميت. يسبب ضمور تدريجي للعضلات، يعني لا يمكن الشفاء منه اصلا، فهو بيقول لك اهو لا يمكن الشفاء منه وينتهي بالايه؟ بالموت، ويؤدي طبعا الى نقص في الكتله العضليه ومشاكل كتير بعد كده، فبالتالي في الاخر الفرد ده او الشخص ده بيموت. يبقى تاني، ضمور العضلات يسببها جين متنحي مميت موجود طبعا على الكروموسوم الجنسي اكس، بيقتصر الاصابه به في الذكور، وهو بتظهر الاعراض بتاعته عند عمر 12 سنه، وده لا يمكن الشفاء منه، وده بيعمل يعني ضمور تدريجي بالنسبه للعضلات ونقص في الكتله العضليه، ولا يمكن الشفاء منه وينتهي بالموت. الحته اللي انا عايزه اقولها اللي هي بتاعت كسر النظر. كسر الايه؟ كسر النظر. هي مش عندك ولا قال لك للاطلاع ولا مش اطلاع، هو قال لك ان هي من ضمن الصفات المرتبطه بالجنس وسكت على كده، ما قالش حاجه. على فكره كسر النظر ده معناه ايه؟ ان الاشخاص ما بيكونش لديها القدره على رؤيه الحاجات القريبه. يعني وانا ماسك مثلا الكتاب كده ما اقدرش اشوف، ابعده عشان اشوف. عارفين انتوا الناس اللي مثلا تبقى ماسكه الموبايل تعمل كده عشان يا عم انت بتوروا له كده يقول لك لا ابعد كده عشان اشوف، دول عندهم كسر النظر. كمان على فكره كسر النظر مش سببه وراثي بس، ده في عوامل كتير متداخله معاه منه عوامل سلوكيه. زي ايه؟ عندك مثلا زي ان انت بتقعد على الكمبيوتر فترات طويله، ويا حبذا بتقفل النور، مش عارفه والله ايه هو اللي يعني الحاجه المنظر الشاعري او المشاعر في الكلام ده. المهم بتطفي النور وتقعدوا على الكمبيوتر او على اللاب او ايا كان او على التاب، اسكرول بقى في الموبايل. ما انت ايه؟ انت داخل تنام، انا تعبان ودماغي مصدع، يا ابني ذاكر شويه والله انا دماغي تعبان، فتعمل ايه؟ تقوم داخل تحت البطانيه، تمام، واسكرول في الموبايل. ده برضك من ضمن العوامل السلوكيه السيئه اللي هي اصلا تؤدي الى كسر النظر. من ضمنها يعني كثره القراءه. كلكم هترموا الكتب دلوقتي، ده كثره القراءه يا ماما ويا بابا بيجيب كسر النظر. واحنا طبعا يعني عايزين نحافظ على صحتنا هنتسال عليه. لا اقصد اللي هو كثره القراءه بس بطريقه غير صحيحه. تبقى مثلا مثلا بتقرا في الضلمه، تقول لي ازاي؟ ما اعرفش، على نور الموبايل ولا حاجه. ممكن تطفي النور او تستخدم اضاءه معينه اصلا بتضعف البصر وانت بتقرا كتير او بتبص كتير في الكتب، وهكذا. لو بتحب طبعا الروايات والحاجات دي. كثره القراءه اكيد مش في الكتب، يعني في الروايات والحاجات التانية اللي انت بتثقف نفسك فيها. المهم يعني كسر النظر ده من ضمن الاسباب اللي هو بيبقى في بتتداخل معاه عوامل سلوكيه. عندك عوامل بيئيه زي ايه؟ اللي هو عدم الخروج من المنزل، يلا كلنا بقى نقعد في الشارع. لا، هي الفكره في ايه؟ ان في ناس ما بتخرجش خالص، فده طبعا بيأثر برضك على النظر. ومن ضمن العوامل بتاعه كسر الايه؟ النظر. قلنا عوامل سلوكيه، او عندك كمان عوامل مرضيه، يعني الاشخاص اللي عندهم مرض البول السكري برضو بيبقى عندهم ضعف في البصر، وده بيؤدي من ضمن الاسباب بتاعه كسور النظر. من الاخر كسور النظر ملهوش سبب وحيد اللي هو الوراثي، وعلى فكره لو كان سببه كمان وراثي مش مسؤول عنه جين واحد، ده بيقول لك مجموعه كمان من الايه؟ من الجينات. يبقى من الاخر كسر النظر ما بيكونش ليه سبب واحد اللي هو وراثي، لا، ده بتتداخل مع عوامل تانية سواء سلوكيه سواء بيئيه سواء ايه؟ مرضيه. اللي انا قلته ده بس ايه؟ للتثقيف او للمعرفه كده وخلاص، تمام؟ اما عمل الالوان والهيموفيليا لازم واحده فيهم تيجي في امتحان اخر السنه لانهم مهمين جدا جدا جدا. نتكلم بقى عن الصفات المتاثره بالجنس، وهتكون نسيت الصفات المرتبطه ديت صفات جسديه ولكن تحمل الجينات بتاعتها على الكروموسومات الجنسيه اللي هو الكروموسوم الجنسي اكس، ومش بتتاثر بالهرمونات الجنسيه. عند الصفات المتاثره بقى دي صفات وراثيه تحمل جيناتها، ركز كده الله يكرمك، على كروموسومات جسديه. هي صفات جسديه وتحمل على كروموسومات جسديه وليست جنسيه، خلاص؟ يبقى جسدي جسدي. علشان ما تتلخبطش افتكر الحاجات اللي احنا عملناها على اساس وراثي. يعني مثلا الذكر كان في عمل الوان كنا بنقول اللي هو اكس واي عليه سي سمول، فكده اللي هنا الجين بتاع الصفه موجود على كروموسوم ايه؟ جنسي. يبقى اذا هي صفات جسديه بتظهر على الجسد
وفي نفس الوقت موجوده على كروموسومات جنسيه، يبقى خلاص مش هنساها. تمام؟ طب ده بقى اللي هو المتاثر، هتاخد امثله دلوقتي هتفهم. صفات وراثيه تحمل جيناتها على كروموسومات جسديه، يعني هو جسدي وبيحمل على كروموسوم جسدي، ولكن هنا ايه بقى؟ هنا الهرمونات بتاثر. يعمل جنس الفرد احيانا على تحوير سياده بعض الصفات، يعني من سائد لمتنحي ومن متنحي لسائد. وهنا بيقول لك حيث يتاثر عمل هذه الجينات بالهرمونات الجنسيه الذكريه او الانثويه. يبقى دي صفات جسديه موجوده على كروموسوم جسدي اللي هو الجين بتاع الصفه دي. كمان هي بتتاثر بالهرمونات الجنسيه. كمان هنا بيقول لك ايه بقى؟ ان هنا جنس الفرد بيأثر على تحوير بعض الايه؟ الصفات. يبقى صفه جسديه، واللي هي اللي قولوا معايا الجينات موجوده على كروموسومات جسديه، وهنا بقى بتتاثر بالهرمونات الجنسيه. تمام؟ تمام. طب زي ايه؟ لازم اكون عارف امثله. صفه الصلع الوراثي في الانسان، وصفه القولون في بعض انواع الماشيه. يبقى ده في الحيوان وده في الانسان. هنا بقى بيقول لك صفه، نعمل بقى صفه الصلع الوراثي في الانسان على اساس وراثي، اللي هو هنا هجين في الانثى وهجين في الذكر. هتقول لي طيب مين السائد ومين المتنحي؟ هل مسؤول عنه جين سائد ولا جين متنحي زي الصفات المرتبطه بالجنس؟ هقول لك ما اقدرش اقول جين سائد ولا جين متنحي. ليه؟ لان ده بيختلف على حسب جنس الفرد. والله العظيم انا لسه قايله اهو ان جنس الفرد يعمل جنس الفرد احيانا على تحوير سياده بعض الصفات، يعني من سائد لمتنحي ومن متنحي لسائد، وهتعرف الكلام ده دلوقتي. بس تعالى الاول نعمل على اساس ايه؟ نعمل على اساس وراثي. ده اللي هو الذكر ودي اللي هي الانثى. طبعا الاثنين مختلفين. هتقول لي استني انت عامله هنا ما عملتيش على كروموسوم اكس ليه؟ يا نهار ابيض، عشان يا ابني بقول لك ان هنا الجينات بتاعت الصفه موجوده على كروموسومات جسديه مش جنسيه. عشان كده بقول لك من خلال الامثله صورها بعينك تثبت في ذهنك فما تنساش. يبقى ده لوحده وده لوحده، ده لوحده وده لوحده. تمام؟ ده مع ده وده مع ده وده مع ده وده مع ده. صدقوني انتوا طبعا خلاص عرفتوا من غير ما تبصوا للحاجات دي هتبقوا عاملين ايه؟ بي موجب بي موجب. ها انتوا عرفتوا بقى بي موجب بي، بي موجب بي، بي بي. فاكرين لما كنا بنعمل اللي هو ار كابيتال ار سمول ار كابيتال ار سمول كنا بنعمل ايه؟ ار كابيتال ار كابيتال ار كابيتال ار سمول ار كابيتال ار سمول ار سمول ار سمول. تمام؟ هي نفس الفكره هي نفس الفكره. بس هنا بقى طبعا عايزين نشوف الذكر وعايزين نشوف الانثى. ادي الذكر وادي الانثى. بس على فكره انا كنت عايزه افرق لك ما بين القراع وما بين اللي هو الصلع الوراثي. في فرق، في فرق. القراع ده هو تساقط الشعر بس بسبب الاصابه ببعض الفطريات، اما الصلع هو تساقط الشعر بس بسببه ايه بقى؟ ده بسبب وراثي، اما ده بسبب الاصابه بالفطريات، يعني الاثنين مش واحد. طب تعالوا نشوف كده، دي كده اللي هو الطرز الجينيه. عايزين الطرز المظهريه. قلت لك ذكر وانثى ليه هما يختلفوا؟ بص كده معايا، ده كده في الذكر بقول عليه اصلع، ده كده اصلع، ده كده اصلع، ده كده شعر عادي. طب في الانثى هنا صلعاء، مفيش اسمها انثى صلعاء، تعاني او تساقط، تعاني من تساقط الشعر، تعاني من تساقط الشعر، ما بقولش عليها صلعاء. هنا بقى عاديه. الله، هنا عاديه يعني ايه؟ اكتب شعرها عادي اهو، شعرها عادي. يا ست الكل ازاي؟ ده هنا الذكر كان اصلع، ما انا افهمك دلوقتي. هنا شعرها عادي، هنا شعرها عادي. يعني ايه عادي؟ يعني مش بتعاني من تساقط الايه؟ الشعر. طب هنا استنتج ايه بقى؟ ركز كده معايا، ان هنا علشان الصلع يظهر في الذكر هنا بيبقى عندي الجينين بتوع الصفه او جين واحد بس. يبقى انا عندي جينين او جين واحد بس. يبقى لو عندي جينين في الذكر هتظهر، تمام، هتظهر الصفه بتاعت الصلع. ليه؟ لانه على فكره هو بيتاثر بهرمونات ذكريه. طب انا لو عندي جين واحد بس في الذكر هيظهر برضك. ليه؟ لان الهرمونات الذكريه موجوده. طب بالنسبه للانثى وجود جينين هتظهر عندها الصفه، اما وجود جين واحد قال لك مش هيظهر عندها الصفه. ليه بقى؟ طب ما الجين هنا كان ايه؟ الجين ده سد على ده، صح ولا لا؟ صح. فبالتالي اظهر اثره. بس ظهر اثره ليه؟
قال لك علشان في عامل ساعد على كده الا وهي الهرمونات الذكريه. تمام؟ فاذا هنا بقدر اقول عليه ان هو اصلع والمسؤول عنه ان هو جين سائد. طب تعالى كده لو انا عملت ده كده في الانثى، مش احنا قلنا عليها عاديه؟ ادي بي موجب بي. في الانثى قلنا عليها عاديه. قال لك ما هو علشان الصفه تظهر في الانثى لابد من وجود الجينين معا. طب جين واحد مش كافي؟ قال لك لا. ليه؟ عشان ما فيش العامل، ركز معايا، اللي هو هيظهر تاثير الجين ده اللي هي الهرمونات الذكريه، فهي لا، يبقى كده مش هيظهر عندها. طب هل ده كده حضرتك اقدر اقول ساد على ده؟ لا، ده في الانثى ده اللي ساد على ده. في الايه؟ ركز كده، في الانثى ده اللي ساد على مين؟ ده اللي ساد على ده. علشان كده ما اقدرش اقول لك مسؤول عنه جين سائد في اول النص بتاع الايه؟ الصلع الوراثي. يعني من الاخر في الذكر بقول ايه؟ ان الصلع اللي هو موجود في الذكر عشان يظهر في الذكر لابد من وجود يا اما جينين او جين واحد بس ده طبعا بيتاثر بيه الهرمونات الايه؟ الذكريه. فاذا عندي الصلع المسؤول عنه، الصلع الوراثي في الذكر مسؤول عنه، بقول بقى بقلب جامد جين سائد. جين ايه؟ سائد، اللي هو بيكون موجود على كروموسوم جسدي وبيتاثر هنا بالهرمونات الذكريه. ففي الذكر الجينين معا يبقى اصلع، طب جين واحد بس هيبقى اصلع برضه. اما في الانثى علشان يظهر عندها الصفه اللي هو بقى تساقط الشعر، بيقول لك هنا لابد من وجود الجينين معا. طب يا حاجه لو جين واحد هتقول لك لا والله. ليه بقى؟ لان انا عندي هنا الشرط التاني مش متوفر، العامل اللي بيظهر تاثير الجين اللي عندي الا وهو الهرمونات الايه؟ الذكريه. فخلي بالك من الحته دي. عشان كده بقول لك ايه؟ ان هي بتتاثر بالجنس بتاع الفرد وفي نفس الوقت بتتاثر بالهرمونات اللي هي الذكريه والهرمونات اللي هي الايه؟ الانثويه. تمام؟ حلو قوي الكلام. طب دلوقتي بص كده معايا اهو، ده كده ايه؟ ده كده حضرتك اللي هو حاله الصلع الوراثي في الذكر. يبقى كده اللي هو التركيب اللي الجيني او الطرز الجيني حاجتين، بي موجب بي موجب او بي موجب بي. اما بقى بالنسبه للانثى علشان تظهر عندها الحاله دي اللي هي تساقط الشعر بيبقى عندي اللي هو بي موجب بي موجب. تمام؟ تمام. اجي اقول لك ايه؟ تعرف تجيب لي هنا طرزين جينيين ليهم طرز مظهري واحد اهو. انا كاتبه لك اهو، اكتب طرزين مظهريين لطرز جيني واحد. لايه؟ لطرز جيني واحد. بمعنى عندك بي موجب بي. تمام؟ طب ما ده كده طرز جيني واحد او تركيب جيني واحد. قال لك في الذكر هيكون اصلع، طيب في الانثى هتكون عاديه الشعر. عاديه الشعر. يبقى تاني ممكن يبقى الاخ واخته ليهم نفس الطرز الجيني ولكن هو اصلع وهي عاديه الشعر. بناء على ايه؟ بناء ان التركيب اللي هو بي موجب بي قلنا في الذكر هنا اللي بيخلي الجين يظهر اثره اللي هي الهرمونات الذكريه. انتوا عارفين ببساطه اقول لكم زي فكره مين؟ جين الكلوروفيل والعامل البيئي اللي هو الضوء. جين الكلوروفيل موجود ولكن غياب عامل الضوء ما بيخليش هنا الايه؟ الجين يكون الكلوروفيل، جين يكون سبكه الكلوروفيل اللي بتمتص الطاقه الضوئيه وبتخلي النبات يقوم عمليه البناء الضوئي ويكون الغذاء. فهي يعني تقريبا يعني الى حد ما نفس الفكره. يبقى اذا لما يجي يقول لك اكتب طرزين مظهريين لطرز جيني واحد بس اللي هو بي موجب بي، كما في حاله مين؟ اللي هي حاله الصلع الوراثي اللي هي تبع الصفات المتاثره بالجنس. يبقى المرتبطه صفات جسديه ولكن محموله على كروموسومات جنسيه اللي هو الكروموسوم الجنسي اكس ومش بتتاثر بيه الهرمونات الذكريه ولا الانثويه. اما المتاثره ديت صفات جسديه وموجوده على كروموسوم جسدي ولكن هنا بتتاثر بيه الهرمونات الجنسيه اللي هي الذكريه او الايه؟ او الانثويه. هنا مسؤول عنها جين ايه؟ في الذكر تقول كده اللي هو جين سائد. تمام؟ اما ما تقولش في الانثى جين سائد، لا، عشان قلت لك بتختلف بقى ان جنس الفرد بيحور او بيعمل على تحوير سياده بعض الصفات من سائد الى متنحي ومن متنحي الى سائد. فتقول هنا في الذكر بيبقى مسؤول عنه جين سائد ولكن طبعا في الصفات المرتبطه بالجنس بتكون جينات ايه؟ متنحيه. بكده اكون قلت كل الافكار في الجزئيه دي وظبطنا الدنيا هنا. بص بقى على المساله دي
بيقول لك تزوج رجل من امرأة كل منهما يعني رجل وامرأة كل منهما لا يعاني من حالة الصلاة، يعني الاثنين مش بيعانوا من حالة الصلاة، فظهر بين أبنائهم بعض الذكور المصابة بالصلع المبكر. بص كده معايا، أنا دلوقتي عندي اللي هو الرجل والأنثى، تمام. الرجل بيقول لك لا يعاني، خلاص ملهوش غير إيه؟ غير طرز جيني واحد بس اللي هو النقي بي. طب بالنسبة بقى للأنثى قال لك إيه؟ قال لك إن هي عادية. طب ما ممكن تكون بي موجب بي، طب ما دي عادية، أو بي بس قام قايل لك هنا إيه بقى؟ ظهر بين الأبناء بعض الذكور المصابة. طب لو أنت عندك اللي هو الأب ما عندوش الجينات، وعندك الأنثى لو أنت اخترتها دي اللي هي ما عندهاش حاجة، يبقى كده اللي هي الذكور اللي هي من بين الأبناء هنا هيعانوا، هيجيبوا الجين بتاع الصلع منين؟ يبقى أكيد يقصد مش دي، يقصد التانية أهو، يقصد اللي إيه؟ اللي هي بي موجب بي، آدي بي موجب بي، تمام؟ شفتوا بقى إحنا حلينا اللغز إزاي؟ يبقى ده كده لوحده وده لوحده، واخد من ده واحد بس، ده مع ده وده مع ده، يبقى بي موجب بي، وعندي هنا بي. طبعا بالنسبه للصفات المتاثره بالجنس خدنا عليها مثالين، ومن ضمن الحاجات اللي بيجيبها على طول اللي هي مين؟ اللي هو الصلع الوراثي. ويجي بقى طب هنا بقى نسبه الذكور والاناث، لا هي الفكره ان انت لما بتيجي تعمل هنا بتقوم قايل الذكر وبتقوم قايل الانثى على حسب ما يقول لك بقى. لو ذكر يبقى انت هتقول ايه؟ ده كده اصلع وده كده عادي، يبقى اصلع عادي الشعر يعني. اما الانثى هنا عاديه وهنا ايه؟ عاديه الشعر. يبقى لو قال لك الاناث يبقى مش هتظهر عندهم الصفه. طب لو قال لك الذكور هتمثل 50%، الصفه هتظهر عندهم بنسبه 50%. بس كده بتيجي بالطريقه دي، تمام. نشوف بقى ايه اللي بعده. هنا شويه ملاحظات كده على الجزئيه اللي فاتت. بيقول لك ايه؟ تنتشر صفه الصلع احنا قلنا بقى الذكور في الحصه دي مجني عليهم. تنتشر صفة الصلع بين رجال بعض العائلات أكثر من النساء. قال لك الصلع هتقول لأنها صفات متأثرة بالجنس والمسؤول عنها جين سائد موجود على كروموسوم الجسدي، وهنا بيتأثر بيه الهرمونات الذكرية. ونقدر نقول إن في الذكر يا إما عشان تظهر الصفة جينين، وجود جينين أو جين واحد، أما في الأنثى لا، عشان تظهر لابد من وجود الجينين معا. يعني الإجابة اللي أنا قلتها، أو ممكن تقول بقى نقطة 2 النقطة 2، تمام؟ يا إما تقول اللي أنا قلته في التعليل يعني في التفسير، أو ده. بص كده، يكفي لظهور صفات الصلع عند الذكور وجود جين واحد بس، مع طبعا وجود الهرمونات الذكرية، بينما يشترط لظهور الصفة بتاعة تساقط الشعر عند الإناث وجود الجينين معا. من الآخر هتقول هنا تنتشر صفة الصلع بين الرجال عن الإناث ليه؟ هتقول هنا حضرتك لأن هنا عندي الصلع ده صفة متأثرة بالجنس والمسؤول عنها جين سائد موجود على كروموسوم جنسي وبتأثر بالهرمونات الذكرية. وضيف بقى الجزئية دي حيث يكفي لظهور صفات الصلع عند الذكور اللي هو جين واحد مع الهرمونات الذكرية، أما في الأنثى علشان تظهر وجود الجينين معا. طب هناك كنا بنقول في الصفات المرتبطة بالجنس الأب بيورث الصفة لبناته وأحفاد الذكور والإناث عن طريق بناته، الأم بتورث الصفة للذكور والإناث. طب هنا نفس الكلام؟ قال لك لا، هنا مفيش تفرقة، الأب والأم بيورثوا للذكور والإناث. عند أهو الأبوان يورثان جينات الصفات المتأثرة بالجنس للإيه؟ للأبناء دون تمييز، يعني ما بيميزوش. شوف اللي بعده. وهنا بقى هنتكلم عن الصفات المحددة بالجنس. خلاص بقى دلوقتي بقيت عارف تفرق ما بين الصفات المرتبطة والصفات المتأثرة بالجنس. وقلت لك ازاي علشان ما تنساهمش خالص. حاول ان انت تتذكر الطرز الجيني بالنسبة للذكر والأنثى اللي موجودين في الصفات المرتبطة بالجنس لأي حالة من الحالات الوراثية، وفي نفس الوقت الحالة الخاصة بالصلع الوراثي اللي تبع الصفات المتأثرة بالجنس. وبكده مش هتنسى الفرق ما بين الصفات المرتبطة والصفات المتأثرة. نتكلم بقى عن الصفات المحددة بالجنس، ودي سهلة من خلال الأمثلة الدنيا معاك هتبقى تمام، وكمان مش محتاجة ان انت تعمل على أساس وراثي. هنا بيقول لك دي صفات بيقتصر ظهورها على أحد الجنسين، يعني يا إما موجودة في الذكر أو موجودة في الأنثى، ما بتكونش موجودة في الاثنين. قال لك أهو دون الجنس الآخر،
وده نتيجة الاختلافات في الهرمونات الجنسية لدى كل جنس. طب احنا عايزين نشوف الأمثلة. قال لك زي صفة إنتاج الحليب. إنتاج الحليب هيميز الذكور ولا الإناث؟ طبعا الإناث. وده قال لك كما في الأبقار. طب ليه بقى؟ لأن طبعا هنا اللي بيأثر الهرمونات الجنسية الأنثوية. عندك هنا صفة وضع البيض هتبقى في الذكور ولا في الإناث؟ أكيد في الإناث. وهنا كما في الطيور. صفة ظهور اللحية هتبقى في الذكور ولا في الإناث؟ حد يقول لي في الإناث اللي هو إزاي؟ لا طبعا هيبقى في ذكور الإنسان. يبقى إذا من ضمن الأمثلة الخاصة بالصفات المحددة بالجنس، وأنا قلت لك دي بتقتصر على أحد الجنسين، يا إما الذكر يا إما الأنثى. عندك صفة إنتاج الحليب ده قاصر على الإناث كما في الأبقار. صفة وضع البيض قاصرة على الإناث كما في الطيور. صفة ظهور اللحية قاصرة على الذكور زي ذكر الإنسان. تمام؟ تمام. نشوف بقى إيه الجزئية اللي بعد كده اللي هي الفحوصات الطبية قبل الزواج. ده كلام سهل جدا. يعني إيه أصلا الفحص الطبي قبل الزواج؟ أي اتنين مقبلين على الزواج قبل ما يكتبوا كتب الكتاب لازم يعملوا فحوصات كده معينة في المركز الطبي علشان ياخدوا الشهادة دي ويبدأوا إن هم يعملوا كتب الكتاب. طب يعني إيه أصلا الفحص الطبي اللي بيتم قبل كتب الكتاب ده؟ قال لك بيبقى عبارة عن سلسلة من الفحوصات الطبية اللي بيقوم بيها المقبلين على الزواج. طب ما احنا ما عرفناش ايه الغرض، ايه الاسباب. قال لك هنا علشان يتم التأكد من خلو الطرفين اللي هو الزوج والزوجة اللي هم مقبلين على الزواج، يعني خلوهم من الامراض المعدية زي التهاب الكبد الفيروسي. عندك كمان زي مرض الايدز اللي هو مرض نقص المناعة المكتسبة، لانه ممكن يتنقل من الطرف ده للطرف الثاني وكمان للابناء، تبقى مشكلة كبيرة جدا. عندك كمان اللي هي الأمراض الوراثية زي أنيميا البحر المتوسط. يعني إيه أصلا أنيميا البحر المتوسط؟ بص كده معايا. إحنا عندنا كرية الدم الحمراء بتبقى بالشكل ده كده مقعرة الوجهين، وهنتكلم عنها بالتفصيل في تانية ثانوي. بيبقى جواها تجويف كبير علشان ياخد كمية كبيرة من الهيموجلوبين، وبالتالي تقدر تقوم بالوظيفة بتاعتها على أكمل وجه اللي هو حمل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون. فأنيميا البحر المتوسط قال لك ده بيسبب خلل وراثي بالنسبة لكريات الدم الحمراء بيؤدي إلى نقص عددها، فبالتالي هيحصل هنا مشاكل. هيبقى الشخص بيشعر بالإرهاق والتعب الشديد على أتفه الأسباب أو على أتفه الوظائف والأعمال اللي بيقوم بيها. على طول كده عنده خمول، تعبان. ليه؟ لأن هنا كريات الدم الحمراء هي اللي بتحمل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون، يعني تودي الأكسجين إلى الخلايا وتاخد من الخلايا ثاني أكسيد الكربون. فدي مشكلة كبيرة لو حصل فيها طبعا نقص في العدد بتاعها. بيقول لك بالنسبة لأنيميا البحر المتوسط ساعات بتبقى الأعراض بتاعتها خفيفة فهنا مش محتاجة لعلاج، ولكن لو كانت الأعراض بتاعتها شديدة لا، الشخص ده بقى بيبقى عايز كل فترة يتنقل له دم. كمان لازم يتابع أو يكون عنده نظام غذائي معين، يعني يتابع مع الطبيب، كمان يمارس الرياضة، لأن هنا طبعا هتبقى المشاكل جامدة جدا، وده طبعا بيتنقل لمين؟ للأبناء. يبقى إذا الفحوصات دي من ضمن الغرض بتاعها قال لك للتأكد من خلو الطرفين اللي هو الزوج أو الزوجة أو الأطراف المقبلة على الزواج، خلوهم من الأمراض المعدية، وعندي كمان اللي هي الأمراض الوراثية. وكمان هنا قال لك إعطاء المشورة الطبية حول احتمالية الانتقال، هل ده هيتنقل للطرف الثاني ولا يتنقل كمان للأبناء في المستقبل؟ فلازم يكونوا عارفين، ولا احنا هنغش بعض وخلاص. قال لك هنا ايه بقى؟ التخطيط لأسرة سليمة صحيا. طب ايه أهميتها؟ إنجاب طبعا أطفال أصحاء. هو حد يكره الحد من انتشار الأمراض الوراثية والتشوهات الخلقية والتأخر العقلي. آخر حاجة تجنب الأعباء المادية والنفسية والاجتماعية. أكيد طبعا، يعني لما يبقى في أسرة وعندها طفل وليكن مثلا متلازمة داون أو كلينفلتر أو تيرنر، هل هم مش هيعانوا؟ هيعانوا. ده إذا كان لما الواحد بيكون عنده طفل يعني معافى والدنيا معاه تمام، ده لما بيتشقى شوية يا عم اقعد ساكت، يا ابني اقعد ساكت، يا بنت اقعدي ساكتة، يعني بيبقى الواحد متدمر زي ما بيقولوا كده، أو ما بيبقاش عارف يرتاح. ما بالك دول بقى عايزين رعاية، بيبقوا مكتفينك ما انتش عارف تروح في حتة،
كمان وانت ماشي بيهم ده عمال يبص لهم وده عمال يبص لهم، انت ذات نفسك بيصعب عليك نفسك. اكيد ده ابتلاء وهيتجازوا عليه، احنا ما قلناش حاجه، بس هي الفكره احنا بشر. فبالتالي ده يعني هيسبب لهم مشاكل نفسيه، كمان اجتماعيه، اعباء ماديه، لازم يروحوا في مراكز معينه علشان العلاج، ويروحوا هنا ويدوروا عليهم هنا وهنا، بمجرد بس ان هم يقدروا يتعاملوا معاهم مش اكتر، مش عشان يتم الشفاء او حاجه. فاهمين قصدي؟ لان الحاجات دي مش هيتم الشفاء منها، اللي هي الامراض الوراثيه. واول ما بيجي مثلا طفل كده يبقى عنده مثلا حاجه من ضمن الحالات الكروموسوميه الشاذه، فالطبيب يقول لها ايه؟ هو انتوا قرايب؟ يعني الزوج والزوجه دول قرايب؟ فتقول له لا. طب ليه يعني كلمه قرايب؟ لان اكتر الامراض الوراثيه بتكون اكثر انتشارا بتكون في الابناء اللي جايين من الازواج اللي هم بيكونوا اقارب، يعني مقارنه بالاشخاص التانيين اللي ما بيكونوش قرايب. ولكن طبعا ممكن تلاقي شخصين ما هماش قرايب يعني، وبيبقى في من بين الابناء بيبقى عندهم طفل عنده حاله فيها او تبع الامراض الوراثيه عادي جدا، وتلاقي باقي الابناء عاديين ما فيهمش اي مشكله. وفي بقى سبحان الله ده ابتلاء بقى كبير، تلاقي مثلا زوج وزوجه كل ما يخلفوا مثلا طفل يجي لسن معين ويحصل له بقى اللي هي ايه الحاله اللي هي او الخلل الوراثي ده بيظهر عليه في فتره معينه من العمر، تمام؟ ويبدا ان هو يموت في الفتره دي، فتخلف تاني يجي في الفتره دي ويموت، فتخلف تالت يجي في الفتره دي ويموت. ساعتها بقى يتعين عليها ان هي تروح لطبيب وراثه وجينات علشان تشوف المشكله فين. ممكن الاب ما يكونش عنده مشكله، ممكن الام ما تكونش عندها مشكله، ومع ذلك بيجيبوا اطفال عندهم المشاكل دي. ليه؟ ممكن يكون بقى بيجيبوا السجل الوراثي او سجل النسب بتاعهم اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده، ويشوف هل كان في امراض وراثيه في الاسره بتاعه الاب او بتاعه الام او الزوج او الايه او الزوجه. اكيد كل حاجه بتحصل في حياتنا بيكون طبعا بنتجازى عليها، سواء الحاجات بتاعه الابتلاءات في الابناء في اي حاجه تانية. ربنا يحفظ الجميع. وبكده نكون خلصنا اخر درس في الوراثه، يعني كده فنشنا الوراثه، خدنا كل التركات والفنيات وكل الافكار وظبطناها. ان شاء الله نبدا بقى بعد كده في التصنيف. يا رب تكونوا استفدتوا من حصه النهارده. دمتم سالمين وموفقين واقرب الى الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.